يلا بينا نعمل التصميم البسيط قوي ده مع بعض. اول حاجه هنعملها هنروح لفايل نيو ونفتح 1600 بكسل في 1600 بكسل ريزولوشن 72 وار جي بي عشان البوست ده هينزل على الفيسبوك، وهنقول له كرييت. واول حاجه هنجيبها هي الكيس بتاع الساوند بايت، وعشان الكيس دوت خلفيته ما تبقاش بيضه كده هنروح للباك جراوند ونقول له سوليد كولر. ما تفكرش كتير، خليك دايما تختار من الكيس اللون بتاع الباك جراوند وتضغط اوكي. وبعدين لاير فاضيه وبالبرش البيضه اضغط كليك وبكنترول تي كبرها زي ما انت عايز، وعشان يبقى شكلها ولونها كويس هتخليها سوفت لايت وتحطها في المكان اللي انت عايزه. دلوقتي جه وقت ان انت تقص الكيس ده، فبكل بساطه هتروح لقائمه سيلكت وتقول له سيلكت سبجكت وبعدين لاير ماسك. بعد كده هتجيب البايتس دي وتروح لأداة السلكشن اللي هي اوبجكت سلكشن وتلف حوالين الجزء اللي انت عايز تقصه. الاول هشيل اللاير ماسك ده وهشيل السمارت لاير، كليك يمين هقول له راسترايز لاير، كده انا شلت اللاير ماسك، وبعدين هقول له ابلاي لاير ماسك، كده بقت لاير بيكسل عاديه عادي خالص. بالموف تول وكنترول تي وهنحطه هنا. بعدها على طول هنمسك اداة اللاين ونبدأ نضغط ونسحب، خليها بلون بني ويفضل طبعا يكونوا تحت البايتس. بعد كده هنجيب اللوجو بتاع ساوند بايتس ونقصه بأداة الاستيكة الماجيك، نضغط اوكي ونضغط ضغطة واحدة بس هيمسح لنا الابيض اللي في الصورة، ونصغرها ونحطها هنا بحجم مناسب. نيجي بقى للجزء اللي ورا، كان فيه سحاب وكمان كان فيه هنا جزء اشعة كده شبه اشعة الضوء. جبنا الاتنين دول من على براش دي، دخلنا جبنا كلاود ونزلنا البراش دي، وبعدين رحنا كتبنا لايت ونزلنا شاين دي. يلا بينا نطبقها بقى. هنروح نقف على اداة البراش وكليك يمين ننزل تحت خالص لغاية لما نلاقي اللايت اللي انتوا شايفينه ده، وطبعا نعمل من قائمة لاير فاضية فوق، لو هي كبيرة قوي صغرها بتجيب واضغط كليك، وبعدين اديها برضو سوفت لايت. عايز تحطها تحت اللوجات حطها، عايز تحطها فوق كيس الشيبسي برضو حطها. هننزل تحت لغاية هنا كده ونعمل لاير فاضية، ومن كليك يمين بقى هنجيب الكلاود لغاية لما تحط البراشز في المكان اللي انت عايزه. دلوقتي جه وقت بقى ان انت تحط شوية اضاءات بسيطة خالص، مش لازم تكون ادفانسد، على كيس الساوند بايت. هنقف على كيس الساوند بايت كده، اتأكد من العين ان انت واقف عليه واعمل لاير فاضية، وبالبرش البيضة اتأكد ان انت واقف على البرش السوفت راوند عادي خالص اللي الهاردز بتاعتها 0. وهنا احنا اتفقنا ان احنا حطينا اضاءة، ابدأ اعمل حط ابيض واعمل كليبنج ماسك الت وكليك ما بين اللايرين زي ما انت شايف كده بقى فيه ابيض صح. اديله برضو سوفت لايت، اخفيه وظهره عشان تعرف الفرق. زي ما عملت هنا جزء خاص بالاضاءة، روح الناحية التانية اعمل جزء خاص باللون الاسود واعمل برضو كليبنج ماسك. اللون الاسود تقيل قوي، خليه سوفت لايت، ممكن تقلل الاوباستي عادي خالص. زي ما انت عملت كده على كيس الساوند بايت اعمل كده برضو اعمل كده على الشيبس اللي تحت ده. بلس كمان ان انت ممكن تعمل حاجة لطيفة خالص، تقف على اول لاير ظاهرة فوق وتضغط كنترول الت شيفت اي، هيلم لك كل اللايرات في لاير واحدة بس. ودي فلتر كاميرا رو، عايزك تلعب في اللايت في حتة واحدة بس، قلل هايلايت، زود شادو، وانزل تحت كده في الافكت علي التكتشر وعلي سنة الجرين، قول له اوكي. بصوا قبل بعد، لو حابب النتيجة دي سيفها، ولو حابب النتيجة دي سيفها. شكرا ليكم يا شباب، بتمنى كلكم تحققوا احلامكم. باي باي.